الشارع اللي كان ساكن فيه سعد زغلول هو اسمه سعد زغلول، والمنفى بتاعه في مالطا. انا النهارده هنا هروح اتفرج على مكانه وبيته وهنزوره سوا، وتعالوا بقى اوريك البيت بتاعه والمكان اللي هو عاش فيه كان عامل ازاي. بما ان انا لسه في مالطا فقررت اني ارجع الذكريات كده واروح ازور بيت الحاج سعد زغلول اللي اتنفى فيه بعد ثورة 1919، وحاجة ما سمعناش عنها في التاريخ خالص، ولا حد فينا في مصر اتربى وكبر على ان هو في بيت موجود في مالطا نروح نشوفه. لا، كل اللي احنا عارفينه فقط لا غير ان الراجل ده عمل ثورة 1919 وبعدين هوبا هو واخواته واصحابه وزمايله اتبعتوا على مالطا. الموضوع طلع مختلف تماما، بالعكس ده اتنفى للجنة تقريبا. يعني عارف زي ما تكون كده هم كانوا عايزين يعذبوه، عارف نجموه اكتر او اسعدوه اكتر. الموضوع ان مصر ساعتها كانت تحت الحكم البريطاني وتحت الاستعمار البريطاني ساعتها، وبرضو مالطا كانت تحت الاستعمار البريطاني في نفس الوقت. فبالتالي هم كانت الاستراتيجية ساعتها البريطانية ان انا ابعدك عن الحركة بتاعتك في مصر علشان ما تقومش تاني ايه الثورة عليه. فاخدوه هو على فكرة مش لوحده، هو واصدقاء منه برضو مقربين جدا اللي كانوا معاه ومساعدينه في الحركة نفسها. اخدوهم كلهم وهوبا ابعتهم يا معلم على ايه، على مالطا. ومالطا دي ما طلعتش على فكرة بعيدة أوي ولا حاجة، انت مالطا ديت فوق ليبيا وقريبة جدا 4 ساعات من اول مدينة في ايطاليا، فانت يعني حاجة مش بعيدة وفي قلب البحر. وعايز اقول لك ان البحر بتاعها تحفة وعبارة عن بسم الله ما شاء الله الجنة. شو اسمك؟ شو اسمك؟ اسمي اسلام. رايت. من فين انتي؟ ها؟ من فين انتي؟ من وين انا؟ من فين انتي؟ من فين انتي؟ اوكي وير فروم. من فين انتي؟ Where are you from؟ طبعا ده غير ان اللغة اصلا مشتقة بنسبة 40% من اللغة العربية بتاعتنا، فبالتالي اللي بيتكلم جنبك باللغة بتاعته المحلية المالتيزية انت فاهم نص كلامه، او على الاقل انت هارش هو بيتكلم عن ايه. فبالتالي انت مش هتحس بغربة قوي هنا في مالطا، يعني فاهم ازاي؟ طبعا عشان خاطر الاستعمار البريطاني فكان مسيطر جدا على البلد ومدخل ومشعب كل تفكيره في الاكل والشرب وكل حاجة، فبالتالي تحس انك انت برضو عايش في بريطانيا مثلا او في ايرلندا. حتى لغاية النهاردة الاثار دي متسابة حتى في وسط الشعب. يعني اللغة الرسمية بتاعت البلد هي اللغة مش المالتيزية للأسف، هي اللغة الإنجليزية. الناس هنا كلها بتتكلم إنجليزي من أجداد الأجداد وبيكلموا بيرفكت زي الإنجليز بالظبط. وعلشان هم كانوا متسيطرين من البريطانيين لمدة طويلة جدا، فبالتالي العربيات برضو على الشمال، يعني الدركسيون مش على الشمال، على اليمين بيسوقوا كلهم على الشمال، عكس عكاس زي ايرلندا زي استراليا زي انجلترا. تلاقي بص هنا الناس اللي جايه جنبي هي اللي راجعه، والمفروض هنا يكون هو رايح، ده الفرق. فالحاج سعد زغلول لما اتنفى جه هنا ومحدش عارف فين خالص هو راح عاش فين. انا دورت على النت وقعدت ادور كتير على فكرة حتى كمان قبل ما اجي على مالطا ان فين الراجل ده عاش. ما لقيتش اثار يعني مثبتة مؤكدة 100%، غير ان ايه يقدر يقولك على النت بس ان الاستعمار الانجليزي ساعتها كان بيحاول قد ما يقدر ان هو يهمش وجوده كشخصية بارزة ساعتها في المجتمع المصري وفي الحركة بتاعتها. فبالتالي كان بيحاول ان هو يكتم على كل اخباره، وكان بيحاول يقطع كل علاقاته، وحط عليه حراسة شديدة جدا جدا. اول ما جه على مالطا اخدوا هو واصدقائه اللي كانوا معاه في الحركة وحطوهم في فيلا كبيرة جدا لوحدهم، كلهم عايشين فيها تحت حراسة مشددة جدا. عارف انت يعني زي ما تكون كده هو حطك في سجن، بس سجن بعيد عشان ما تجيش ايه تقرب ناحيتي تاني. وفي نفس الوقت كان مديله الحرية ان هو يتنقل ما بين الجزيرة بمنتهى الحرية، ولكن تحت حراسة وتحت مراقبة، وايه طريقة التواصل اللي ما بينهم وما بين مصر وهكذا. بصوا كل المباني، في مباني قديمة هي ظاهر تاريخية بس متجددة ولا ايه مش عارف. دي جامعة اوكي، دي اتقلبت لجامعة دي، بس واضح ان المكان مغمور قوي وللأسف. طبعا علشان الاحتلال البريطاني هو اللي كان مسيطر على الجزيرة دي كلها، فبالتالي اكيد ما عملوش ليه اي تراث تاريخي ولا عايزين حتى يفكروا الناس بيه.
زوجة سعد زغلول بقى يا سيدي ما جاتش معاه، ودي الوحيدة اللي ما اتنفتش معاه، وفضلت قاعدة في مصر. ما لقيتش الأسباب على النت ليه بصراحة، بس فضلت قاعدة في مصر، وكانت هي العامل الرئيسي اللي بيحاول يساعد إن هو يوصل الحركة نفسها بتاعت الثورة اللي موجودة في مصر بالحاج سعد زغلول، وتعمل ما بينهم تواصل بقى، تلغرام بقى، معرفش كانوا بيعملوها ازاي، بس ايه كانت هي شغالة على ان هي تحاول توصلهم ببعض. الكلام ده بعد الثورة على طول. لما جه هو هنا كان عنده الحرية خالص يتنقل براحته ويعمل كل اللي هو عايزه تحت المراقبة، وقعدوا في فيلا كبيرة جدا جدا هنا في مالطا. الشارع اللي كان ساكن فيه سعد زغلول هو اسمه جواردا مانجيا، هو ده الشارع وهو ده المكان. بس واضح ان حصل تطورات في المكان، والحكومة عملت ترميم للمباني كلها، لان انا شايف المباني كلها جديدة تقريبا. ده منظر الشارع يا جماعة، بصوا هو ده كده اهو، ودي المباني كلها اللي موجودة فوق. بس في حاجات كتيرة بص بيتعمل لها ترميم ولسه معروضة للبيع. هنروح دلوقتي بقى نشوف البيت بتاعه عامل ازاي. هو بيته قدام مفروض هنا، البيت اللي كان ساكن فيه هو واصدقائه من الحركة هنا قدام كده على الشمال. طيب الفيلا دي يا معلم ما اتقلبتش خالص على ان هي اثار تاريخية، ولا على ان هي مكان لزيارة سعد زغلول، ولا كاتبين اسمه، ولا عايزين يبينوا له اي وجود خالص. الله اعلم هل مقتنياته لسه جوه الفيلا ولا لا. بس اللي اقدر اقوله لك ان انا رحت اشوف الفيلا دي بنفسي ولقيتها مقفولة تماما، وغالبا في مشروع بره ان هي يتم تحويلها لحاجة تانية، الله اعلم. بس هي دي اللي كل الابحاث اللي على الانترنت بتشير ان هي دي فيلة سعد زغلول واصحابه من الحركة بتاعت الثورة دي. يا جماعة الحارة بتاعت سعد زغلول اهي زي ما انتوا شايفين، وده البيت اللي اتنفى فيه هو واصدقائه. البيت اللي ورا ده هو ده اللي اتنفى فيه، هو دي اسمها فيلا جواردا مانجيا، ومكتوب في كل الحتت اللي انا دورت عليها والابحاث. طبعا المكان عالي فانا عمال بنهج لان الطلعه بتاعته فرهضه شويه. مكتوب ان الانجليز اصروا ان هم ما يعملوش اي تذكار تاريخي للبيت بتاعه، بس مكتوب انك انت تقدر تيجي تشوف الفيلا وهتلاقي ان هي تم اهمالها ومحدش مهتم بمقتنياته ولا بحاجاته اللي جوه ولا اي حاجه خالص. فبالتالي هي دي الفيلا فعلا، مفيش ترميم ليها، مفيش اهتمام بيها خالص زي ما انتوا شايفين. تعالوا نشوف كده لو نعرف حتى ناخد لنا نظره من جوه ولا لا. فيلا جواردا مانجيا هي دي يا جماعه، دي الفيلا اللي تم نفي الحاج سعد زغلول فيها، اللي كان ساعتها مناضل جدا وكان فاتح الثوره بتاعتنا. في واضح انها في حاجه هنا الظاهر هي عارضينها للبيع ولا بيحاولوا يعملوا لها حاجه. تقريبا في خطه ترميم ليها ولا ايه. زي ما انتوا شايفين ممنوع الدخول. بص حاطين عشان هو اثر تاريخي، كاتبين ممنوع دخول، ممنوع مش عارف ايه، ممنوع الاطفال، ممنوع اي حد. فواضح ان احنا مش هنعرف نخش للاسف، بس واضح ان هم ايه يعني مش عايزين يهدوه ومش عايزين يرمموه في نفس الوقت. بس هي دي الفيلا اللي كان فيها المناضل بتاعنا الزعيم سعد زغلول. سعد زغلول كان عايش هنا لما اتنفى في مالطا، بس مش هنعرف نخش جوه بقى للاسف. بس واضح ان يعني هي فيلا حتى يعني، لان كل الاثار كل الدنيا. تعالى نخش نشوف كده الدنيا ايه. طبعا البيت قديم جدا والفيلا قديمة جدا زي ما انتوا شايفين. فيلا جواردا مانجيا هي دي الفيلا اللي كان اتنفى فيها سعد زغلول واصدقائه من الثورة. وطبعا زي ما انتوا شايفين يا جماعة هم كاتبين في كل حتة ان مفيش اهتمام ومش هيتم الاهتمام بيها، وطبعا هم اهملوها خالص. بس واضح ان هي ايه متسابة بقالها قرون يعني. ادينا وصلنا لها وشفناها. للاسف مفيش حد عارف انها موجوده اصلا، مفيش حد يسمع عنها ولا حد يعرف اصلا ان سعد زغلول عاش في الفيلا دي. كل اللي احنا عارفينه ان سعد زغلول كان عايش في مالطا وخلاص،
وتم نفيه. على فكرة سعد زغلول لما اتنفى بعد الثورة كان على طول باتصال بمراته مع الحركة. مراته فضلت قاعدة في مصر، ما جابش أولاده، ما جابش أي حد، فبالتالي ما ملهوش أي نسل لغاية ما اتوفى في 1946. وللأسف ما سابش أي حاجة وراه. الله أعلم بقى إذا كان في مقتنيات جوه بتاعته هو وأصدقائه، الله أعلم. ما اتنفاش لوحده، اتنفى معاه ناس كتيرة قوي، حوالي خمسة من أصدقائه من أيام الحركة. وأديك شايف المنطقة حواليه هنا كلها مأهولة بالسكان، كلها مترممة، والمباني كلها مبنية زي الفل ورايا اهي، ما عدا فيلة سعد زغلول. اللي اقدر اقول لك ان الفيلا دي موجودة على تل كبير قوي، طلعته لوحدها فرهضه بنت لذينه. انا نفسي تعبت من الطلعه، فمش عارف اذا كان دي حاجه مقصوده علشان يذلوا الراجل ولا لا هو واصدقائه، ولكن كان موجود عليه حراسه شديده قوي بعد نفيه. ده اللي انا عرفته يعني اونلاين ومن الاخبار ومن كتب التاريخ، ان لا كان في حراسه عليه جامده قوي، والناس ما كانتش سايباه في حاله حتى لما جه مالطا. بس ما يعني مش عاش زي سجين، هو عاش طبيعي حر، كان من حقه يتحرك في كل الجزيره براحته كلها، بس كان عليه حراسه شديده ان هو ما يتواصلش بقى بسهولة مع الناس، ما يرجعش مصر تاني لغاية ما مات. فده شيء غريب قوي ان هما اهتموا بكل المنطقة الا فيلة سعد زغلول. انا عارف ان في ناس كتيرة مش مهتمة، والاجيال الجديدة كلها طالعة مش فاهمة اصلا مين احنا بنحكي في ايه، بس اللي انتوا عايزين تتخيلوه ان التاريخ بيعيد نفسه. تخيل انت ثورة زي ثورة يناير اللي احنا عملناها، وناس ضخمة تعبت، وناس ماتت في الثورة دي، ناس ماتت وفقدت حياتها كلها عشان بس الثورة دي، وفي الآخر ولا نعرف عنهم أي حاجة. يعني ده معناه إن إحنا من النهاردة أكتر من 100 سنة قدام ومحدش هيسمع عنا حاجة تانية خالص. فبالتالي الموضوع بالنسبة لي كان لأ، يعني طب ليه؟ إحنا ليه محدش يعرف الموضوع ده؟ سعد زغلول كان هنا وعايش وبتاع، والراجل ده ما كانش سهل، عمل ثورة وحاول وتعب، واكيد في ناس ماتت في الثوره دي. طيب بقى الغريب ان البيت ده مش موجود. فانا بصراحه من وجهه نظري انا عايز يعني يا ريت تبعتوا الفيديوهات دي لكل الناس لغايه ما الفيديو ده فعلا يوصل ويعمل مشاهدات كبيره. اتمنى لو حد مهتم بالتاريخ هيخليه يعمل مشاهدات ويوصل لناس تهتم بحته الاثار دي، وتحاول ان هي تتواصل مع الحكومه فعلا هنا في مالطا، ويقدروا ان هم يقدروا على الاقل يقلبوه ولو حتى متحف بسيط عن هذا الرجل اللي كان مضحي وقته كله وحياته كلها. ولكن اتمنى ان بعد كده في الزيارة الجاية ابص الاقي ده اتقلب متحف واسمه متحف سعد زغلول.